السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة بقى هعمل أكلة بسيطة بس طعمها حلو. هنا غسلة رز هحمره، اللي هو رز حباية وحباية. حطيت شوية زيت وشوية رز، هحمرهم بقى كده. ما شاء الله الرز ده بيبقى طعمه حلو قوي. اللي مجربوش يجربه، او اللي مش بيحب ياكله لا يدوقه هيعجبه. ما شاء الله كريحة وطعم يعني حاجة حلوة. يعني اي حد يدوقه هيحبه. ما شاء الله وريحته كانت طالعة جميلة. هنا بقى اخد اللون اللي انا عاوزاه، نزلت كده ببقية الرز. هحط له بقى شويه ملح اشوحه كده، التشويحه دي بتديله طعم حلو. بعد كده بقى هزود له الميه، واسيبه بقى يغلي يشرب الميه لحد ما يتشرب الميه. هوطي عليه النار يستوي على نار هاديه. والبنات بقى لسه بتتعلم، كوبايه الرز عليها كوبايه ميه. ما شاء الله كانت طالعه ريحته جميله وكان طعمه حلو. هشوحه بقى كده، التشويحه دي برضه بتديله طعم حلو. يا رب بقى كل اللي بيشوف فيديوهاتي يشترك كده في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم يا رب. وبشكر كل اللي اشترك في القناه، ربنا يا رب يفرحكم زي ما بتفرحوني. هنا بقى هغطيه واسيبه يغلي. هنا بقى بوريهولكوا وهو بيغلي. يتشرب بقى شويه الميه، هوطي عليه يستوي على نار هاديه. انا بقى لما بجيب فراخ واسلق القنص او الكبده ما بتتاكلش، فقلت اشيلهم كده في الفريزر ابقى اعملهم زي الكبده، وما شاء الله كان طعمها جميل. هنا غسلتهم وقطعتهم. جبت القلايه بقى، حطيت كوبايه ميه، هنزل بقى بالقنص عشان القنص بياخد سوا عن الكبده. هسيبها بقى كده تغلي شويه لحد ما تستوي وتشرب الميه دي. والسمن اللي في القنصه ده الاصفر ما تشيلهوش، ده بيديها طعم حلو. يعني الحاجات الدسمه اللي فيها دي سيبيها. بصي السمن اللي كان في القنصه ساح كده يعني ساح كده منها. نزل الايدام كده، يعني انا محطتلهاش ولا سمنه ولا زيت. ودي الدهنه اللي كانت في القنصه ساحت وبقت كده. هشيلها بقى كده احطها في طبق. والايدام اللي نزل منها دي هشوح بيها الكبده. ما شاء الله كان طعمها حلو. هضيف لها بقى شويه زيت صغيرين. مقطعه بقى فلفل حامي وفلفل بارد وتوم. بحب اشوح بقى الحاجات دي قبل ما انزل بالكبده. ما شاء الله بتديها نكهه حلوه وطعم حلو. هشوح بقى فيه كده. اكله سريعه وما بتاخدش وقت، وما شاء الله كان طعمها حلو. والكبد والقوانص دي انا شايلاها، كنت كل ما اجيب فرخه بقى لما لقيت القونص الكبده البنات مش بتاكلها فشيلتها. ما شاء الله طعمها حلو، لكن انا ما بشتريش ولا كبد ولا قونص كده. حتى البانيه لما احب اجيب بانيه بجيب فرخه. يعني الراجل يذبح لي فرخه كده اطلع منها بانيه. والوراك بتاعتها بعملها بقى حاجات تانية. يعني بحب اما اجيب فراخ اجيبها قدام عيني، ما بحبش اروح للراجل كده واجيب بانيه او اجيب فراخ كده مطبوخه. لا، انا بجيب الفرخه وبطلع منها الحاجه اللي انا عاوزاها. نزلت بقى كده بالكبده، هشوحها وهحط عليها ليمونه. الليمونه دي اختياري، عايزه تحطيها يعني براحتك، مش عايزه خلاص. بس ما شاء الله بتديها طعم حلو. الكبده ما بتاخدش وقت خالص في السوا. هنا كده شوحتها لحد ما استوت، هنزل بقى بالقانص مع الكبده عشان تتشرب من التوابل دي ويبقى طعمها حلو. والتوابل اللي انا حطيتها ملح وكمون وفلفل اسمر. ما شاء الله كان طعمها حلو، كانت اكله سريعه وخفيفه. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.